السلام عليكم. كل واحد فينا عنده شخصية كده في حياته تحس انها عايشة في عالم سمسم، شايف الدنيا بخير والناس طيبين كله بالحب. بتتعاملوا مع الشخص ده ازاي؟ انا جنة عادل وهي دي الساعة. نزلنا مكملين مع نجيب محفوظ وروايته العائش في الحقيقة، والنهاردة ميري مون بطل الرواية اللي بيدور على حقيقة اللي حصل ايام اخناتون بيرجع تاني على معبد امون في طيبة، بس مش عشان يقابل الكاهن الكبير، لا، عشان يقابل شخص تاني مش سالك خالص، الكاهن المرتل توتو. ايه الاسم ده؟ لا، هو اسمه توتو بس هو شخصيته مش توتو خالص على فكرة. بيدخل ميري مون المقصورة بتاعة الكاهن في المعبد، فبيلاقي راجل وشه مدور كده وعينيه مبرقة وشكله عصبي. انا عمري ما كفرت بامون، خدمتي للكافر ده كانت بالاتفاق مع كبير الكهنة عشان يبقى في حد مننا جنبه وعينه عليه. يا عم وانا جيت جنبك؟ توتو في الرواية كان كاهن امون المرتل، الشخص اللي بيقرأ التعويذ والاناشيد والحاجات دي. ده في عهد الملك امنحتب الثالث. لما اخناتون بقى ملك، توتو اعلن ايمانه بالاله الواحد، وعلى هذا الاساس اتعين وزير للرسائل. وبعد ما اخناتون اتقلش رجع اعلن ايمانه بامون تاني، ورجع تاني كاهن مرتل في المعبد بتاعه. التقلبات دي كلها خلت سمعه الراجل وولائه محل تشكيك طبعا. عشان كده ومن قبل ما ميري مون يفتح بقه، توتو كان بيحسس على البطحه اللي على دماغه وبينفي عن نفسه تهمه النفاق. وزي كبير الكهنة من قبله، توتو كان شايف ان الدنيا ما باظتش غير لما امنحتب الثالث اختار واحدة من عامة الشعب وخلاها ملكة، لانها كانت متعطشة للسلطة. انا متأكد ان موضوع توسيع الدراسات الدينية وقصة اتون دي كانت علشان تقلل سلطتنا احنا كهنة امون وتوازنها بقوة كهنة الالهة التانية في الاقاليم. في الاول ما فرقش معانا، كنا عارفين مكانة الهنا امون ملك الهة مصر وقوتنا ككهنة امون، وهي لحد اخر لحظة كانت بتعمل ده بذكاء. لكن اخناتون ساق فيها، حب يتحدى امون وكهنة امون. اول ما سمعت الكفر اللي بيقوله ده قلت ده ست اله الشر اتجسد في جسم ولي العهد، وقلت لكبير الكهنة لازم نخلص من الواد بدري بدري قبل ما يكبر ويخرب الدنيا. قال لي لا، الملك والملكة عارفين وهم هيعملوا اللازم. بيقولوا مجنون وشاعر؟ لا، كان خبيث خبث نسوان، فضل يتمسكن ويبيع للناس الاغاني والاوهام، كل ده عشان هو عارف من جواه انه ضعيف وقبيح وعطشان للسلطة، السلطة المطلقة اللي محدش يقدر ينافسه فيها. كان عايز يبقى إله، عشان كده اخترع إله محدش يقدر يشوفه غيره، هو بس اللي بيوحيله. كان نفسه يمكن يبقى أعظم من تحتمس الثالث جده. لما وصل للعرش ورجالة الدولة باعوله نفسهم واحد ورا التاني وراحوا كلهم على أخيتاتون، قلت الكاهن أمون الكبير فرصتنا نهجم على أخيتاتون ونقتلهم. قال لي الوطن مش حمل مجزرة. قلت له لعنة أمون مش هتترفع من علينا غير لما تتقدم له قرابين من دم اللي كفروا بيه وأهانوه. قال لي أنا أدرى أمون عايز إيه، وسكت ورحت معاهم على أخيتاتون. وشفته بنفسي كام مرة لما بتجيله نوبات الوحي يقعد يتشنج ويغيب عن الدنيا ويكلم ناس محدش شايفها، ولما يفوق يقعد يكلمنا عن النور والجمال والسلام والحب. لما لقيتهم كلهم ساكتين على جنانه والبلد بتضيع في الفساد والحدود بتقع، قررت اتصرف بنفسي، ولقيت حد يغتاله فعلا ورتبت كل حاجة. دخلته القصر بالليل ووصلته لحد المقصورة اللي كان بيسهر فيها، بس رئيس الحرس لقاه وقتله. وياما جربت معاه سحر أمون ما جابش نتيجة، اكيد كان بيستخدم سحر اسود يحصن بيه نفسه. ومن سوء حظنا كلنا انه يوم ما اتجوز نفرتيتي، واحده من عامه الشعب برضه جعانه للسلطه. انا متاكد ان ابوها هو اللي كان ورا الجوازه دي. ما شفتش انت الذهب اللي كان بينزل عليه وعلى عيلته زي المطر بعد ما بقى حمل ملك؟ عشان كده ساقت معاه في الجنان، ولما الكل اتخلوا عنه هربت وسابت له القصر وراحت على قصرها التاني في اخيتاتون. وعلى حد علمي حور محب حبيب القلب القديم حاول يتوسط لها عند كبير الكهنه يمكن يوافق يرجعها طيبه، لكن كبير الكهنه قال له على جثتي، وهي مرميه لحد النهارده لوحدها في اخيتاتون بعد ما مات الكافر اللي بهدلنا معاه. عليه لعنه امون ولعنه اي حد بيحب البلد دي. ده لو كان اللي ورث امنحتب واحد من الحيثيين اعداء البلد ما كانش عمل فيها ربع اللي اخناتون عمله. يا استاذ توتو، ده انت واضح انك كنت شايل ومعبي. شكرا على المعلومات المريبه، افوتك انا بعافيه بقى علشان عندي ميعاد تاني. وبعد مسيره يومين بيوصل لبيت متواضع في قريه صغيره عايش فيه راجل بطوله، لا معاه انيس ولا جليس ولا قريب ولا غريب ولا حتى خدام. راجل في الاربعينات، خمري ورفيع شويه كده وعينيه فيها حزن زي بيك النحات. يطلع مين يا جماعه؟ يطلع ميري رع. فاكرين ميري رع اللي بيك كان قال انه كان اول واحد يؤمن باخناتون ورسالته؟ هو ده. المره دي ميري رع هو اللي بيسال عليك بايه يا ابني من الشحططه في بلاد الله وخلق الله. ميري مون قال له عايز ادور على الحقيقه. ضحك الراجل ضحكه مكسوره كده وقال له طب كويس والله ان في حد مهتم يعرف الحقيقه في الزمان ده. انا واخناتون كنا اصحاب من واحنا صغيرين، كنت من ضمن الحاشيه بتاعته، ودرسنا اللاهوت مع بعض ودرسنا ديانه امون ودرسنا ديانه اتون، وزي كل الناس سحرني برقته وادبه. كان يقول لي انا بحبك يا ميري رع، ما تبخلش عليا بحبك.
كان يفضل طول الليل هايم في دنيا النور والجمال ويقول لي يا ماري رع مفيش سعادة حقيقية في الدنيا إلا العبادة. لما ابتدى تدريباته العسكرية بأمر أبوه قال لي إنه مش عايز يروح. أبويا عايز يعلمني القتل يا ماري رع. ولما الموضوع طلع صعب عليه كنت أشوفه يقف قدام المراية ويتحسر على نفسه، لا قوة ولا جمال. لما تحتمس أخوه مات صدمته كانت شديدة، في حاجة كبيرة اتغيرت فيه بعدها. بقى يقول لي إيه هي الحياة؟ إيه هو الموت؟ قرص الشمس بس هو اللي بيحيا تاني لما يموت كل آخر يوم، لكن تحتمس عمره ما هيرجع تاني، وكلنا لو رحنا ما بنرجعش. لحد ما في يوم دخلت عليه الجناح بتاعه الصبح لقيته وشه أصفر بس شكله هادي ومطمن، وساعتها قال لي إن الإله الواحد أوحاله وقال له إن مفيش آلهة غيره، وإنه إله الحب والنور والسلام، وإنه عايزه ينشر رسالته بين المعذبين في الأرض. امنت بيه اول ما سمعته وقال لي ان هبقى اول كاهن في معبد الاله الواحد، وقد كان. حربه على الالهه التانيه ابتدت بالتدريج. في الاول رفض يروح المعابد ويصلي مع اللي بيصلوا لها، بس ده طبعا ايام ابوه كانت سلطته لسه محدوده. لكن بعد ما بقى ملك قفل المعابد وصادر الاوقاف ووزعها على الفقراء. قلت له انت كده بتتحدى قوه عمرها من عمر الدنيا نفسها. قال لي الكهنه دول مجرد دجالين وانا معايا الهي هينصرني عليهم، محدش فهمه غيري. عمري ما استغربت تصرفاته ولا شفته مجنون ولا شفته كافر. هو كان عايش في الحقيقة، الحقيقة الكبيرة، حقيقة الوجود نفسه والدنيا وكل اللي فيها بكل المؤامرات والسياسة والملك والجيوش كانت مجرد حلم، وهم. لما ابوه مات وورث الملك قال لي انه خايف ان الملك يشغله عن الهه. قلت له ده قدرك، الاله قسم لك بالملك علشان تخلي العرش في خدمه الدين وترفع الظلم عن الناس وتوريهم الحقيقه. ولما بقى ملك خاض معركه جده تحتمس الثالث نفسه ما كانش يقدر يخوضها. ساب نفرتيتي تدير شؤون البلاد وتفرغ هو لدعوه الناس للحب وتهذيب نفوسهم باللين مش بالعقاب والتهديد. هور محب جالي المعبد في اخيتاتون مره وقال لي انت اقرب واحد ليه، حاول تعقله. قلت له انا مش شايفه مجنون علشان اعقله. ولما عملوا صفقتهم مع الكهنه وجم ياخدوني علشان نسيب اخيتاتون قلت لهم انا عمري ما هرجع عن ديني وعمري ما هكفر. سابهم كلهم يمشوا، ما حاولش يمسك في حد ولا يعاقب حد، وكان ناوي ينزل جوله تانية في الاقاليم يدعي الناس بنفسه، بس حبسوه وشالوني من اخيتاتون بالعافيه. وبعدها جات لي اخبار ان نفرتيتي هي كمان سابت له القصر. انا متاكد ان هم اللي بعدوها عنه بالقوه زي ما شالوني من اخيتاتون بالقوه، ومتاكد كمان انه ما ماتش موته طبيعيه. بس في الاخر ايه هو الموت؟ الجسم بيموت لكن الافكار بتفضل والحقيقه بتفضل. وبما انك بقى جيت تدور على الحقيقه فانا عايزك تاخد دول. وطلع له الكاهن لفه من البرديات فيها تعاليم الرساله بتاعه اخناتون والاناشيد بتاعته. اقراها يا ابني، انا عارف انك ما جيتش هنا بالصدفه وان الحقيقه كانت بتدور عليك زي ما انت بتدور عليها. وبياخد ميري مون البرديات وبيسلم على ميري رع وبيسيبه وبيرجع تاني على طيبه. نسيب ميري مون يرجع طيبه ونرجع احنا للسؤال اللي ابتدينا بيه السحل. النهارده لما بتقابلكوا شخصيه حالمه زي اخناتون كده شايف ان الدنيا بخير والناس طيبين، بتشوفوه ازاي؟ هل بتشوفوه شخص موهوم والمفروض ان احنا نفوقه ونرجعه يعيش معانا على ارض الواقع، ولا بتشجعوه يخلي التصور بتاعه ده حقيقه يمكن العالم كله يبقى مكان احسن؟ قولوا لي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير واسحلوا اصحابكم، والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.